لا توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. ويلا بينا نعمل في الجو البارد ده أحلى شوربة بطاطس ممكن تشربيها وتعمليها في حياتك. حقيقي يا جماعة، شوربة البطاطس لما بتتعمل صح خطواتها المظبوطة بتبقى فوق الخيال. قلت دايما لما اقول لحد ان انا هعمل شوربة بطاطس، لا لا بلاش وبلاش يا شيف نغير حاجة تانية، فما عدتش بقول لاي حد انا هعمل شوربة بطاطس بفاجئه بشوربة البطاطس على السفرة. دي جميلة جدا، دي روعة، دي شوربة كريمة، دي لا دي شوربة بطاطس مش ممكن. لا دي شوربة بطاطس وتبقى من المنيو الاساسي بعد كده، بس لازم تجربيها الاول بخطواتها المظبوطة هتدعيلي. اتفضلوا معايا نشوف شوربة البطاطس بالدجاج والكرفس. بسم الله. اول حاجة عندي مكعب زبدة محترم كده، مع معلقة زيت صغيرة جدا، هحطهم في الحلة يسيحوا، وهنزل عليهم بالشرايح الفراخ البانيه عشان اخدها صدمة كده في قلب الزبدة. انا شوحت الفراخ من الناحيتين، هنزل عليهم بالخضار اللي عندي مع بصلاية. اول حاجة بنزلها دلوقتي البصلاية مع اوراق الكرفس، اقلبهم كويس مع الفراخ الاول. نزلت عليهم بطاطس اللي مقطعاها، طبعا كل الكميات ترجع لك. هقلب الخضار كله مع بعضه، وبعد كده ضفت له بصل اخضر وبقدونس وشويه ريحان اخضر لو متاح عندك هيبقى ممتاز جدا، وهيخلي الوصفه في منتهى الجمال. البهارات اللي عندي معايا توم وبصل بودر، ومعايا ريحان ناشف وفلفل ابيض، بهارات فراخ ومرق الدجاج سايبه وجنزبيل بودر. هحط لكم كل البهارات في الوصف. ولما ضفت معلقة ذرة ملح بسيطة، لأن أنا حاطة مرق الدجاج فطبعا هتفرق معايا في الملح كتير. أقلب كل الخضار والفراخ مع البهارات اللي حطيتها. البهارات هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف إن شاء الله بالتفصيل. بعد كده هنزل بمية مغلية على البطاطس، وإذا عندك شوربة يكون كويس جدا، بس طبعا هي فيها فراخ فهتعمل الشوربة لنفسها. حطيت لها مية مغلية، غطيت البطاطس وهسيبها مع نفسها شوية. سبتها بتاع تلت ساعة وقلبتها، بشوفها كل شوية كده أخبار السوا إيه. فأول ما استوت الفراخ هخرج الفراخ. المكونات بتاعتها كلها بسيطة، فمجرد ما بتستوي الفراخ بتكون البطاطس كمان استوت والبصل، وخلاص انت بتخرجي الفراخ وتسيبي البطاطس تبرد شوية لو ما عندكيش هند عشان تضربيها. لو عندك هند هتضربيها على طول وهي سخنة. ما انا عملت كده بالظبط، ضربتها على طول وخلاص، مش محتاجة تصفية ولا حاجة لان هي ناعمة ما فيهاش اي حاجة فيها قشور. ضفت لها بقى عيدان الكرفس اللي احنا كنا مقطعينه، واخدين الورق احنا مع السلق. قطعت بقى العيدان دلوقتي. قطعت معاه كمان الدجاج اللي اتسلق. شايفين طبعا لون التشويح بتاعه اللي متشوح في الاول مازال مأثر في الفراخ، مخلي لونها جميل جدا. ضفت كمان كوباية حليب، اضافة اختيارية لكن ممتازة جدا جدا، وبتخلي الشوربة بتاعتك ممتازة. كل الخامات اللي بتتحط يا جماعة بتضيف تست عالي للحاجة اللي بنضيفها. يعني مفيش حاجة بتضاف وهي ملهاش لازمة، بتضاف بتعلي التست بتاع الحاجة اللي انت بتعمليها. انت ممكن تستغني عنها، لكن لو هي موجودة ومتاحة قدامك استخدميها لانها هتغير معاكي طعم الوصفة. خلاص انا كده الشوربة بتاعتي هتاخد بس غلوة مع الكرفس. يا جماعة القوام بتاعها وجماله، طبعا البطاطس طبيعي بتعمل قوام لوحدها، يعني لو ضفناها لأي شوربة تانية بتعمل قوام، فتخيلي بقى لو هي الشوربة نفسها بطاطس. معاكي قوام كريمي ملوش حل. ضفت بقى دلوقتي معلقتين كريمة على سيرة الكريمي، ضفت معلقتين كريمة لباني. وخلاص كده الشوربة بتاعتي جاهزة على التقديم. حتى الكرفس اللي حطيناه كمان خلاص خد غلوة فيه زي الفل كده، مش ناقصها غير تتقدم مع شوية عيش محمص بألف هنا وشفا. حاجة عندي التقديم، قطعت بسيط جدا كزبرة خضراء مع ريحان ناعم جدا، وخلاص قلبته مع الشوربة كده وهغطي عليها مش هولع تاني النار. هنقدم الشوربة بتاعتنا بألف هنا لأصحابها. قمة في الجمال، ووصفة على سفرتك في منتهى الشياكة، وهتطلب منك على طول من جمالها. وخلي اسرارها معاكي، يعني انتي تقدري تتحكمي فيها. طعم الريحان المرة دي هيكون بطعم، وطعم النعناع المرة الجاية يكون بطعم تاني. لو رفعتي ده وده وضفت بس بقدونس او لغاية الخضرة خالص، هتلاقي كل مرة بتعمليها تغيري في التست بتاعها من خلال مكوناتها بمنتهى البساطة.
استغل الفرصة واشكر الناس اللي بتساعدني في الشغل، اقول لهم بجد شكرا جدا على تعبكم معايا، واسفة ان انا بتعبكم معايا، وانا عارفة ان انا شخص متعب جدا. زي ما اتعودت كل فيديو بصوره في الشغل بتأسف على الكركبة اللي فيه والدوشة وعدم الاستقرار التصوير اللي فيه، لكن انا لو استنيت لما اخلص شغل وارجع الاستوديو بتاعي فمش هصور حاجة الحقيقة يعني. فبحاول الحاجات اللي انا حباها تشوفوها اصورها على وضعها، ويا رب تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اتمنى تشرفوني بوجودكم معايا في القناة، بالاعجاب، بالاشتراك، بالتعليق على الفيديوهات اذا كنا نستحق وجودكم المشرف معانا. استودعتكم الله، السلام عليكم.